رحت 2002 رحت منتخب الاول، جتني عروض من رحت نادي الكويت ما طلعت، يعني في عروض وايد بس ما طلعت. طبعا اكيد ما قصر مرزوق، اكيد في تعويض له. يعوض النادي. إيه. قاعد على فوق. لا قاعد اذكر ليش قول لي على لا مش على اذكر سالفه يوم راح ايران احترف مع فريق استقلال الايراني. استقلال. كانت عندنا عروض مسرحيه اي انا وش داوود حسين. كان يتصل من ايران على داوود، انا وداود كنا تشكيل الحال يشكي داوود يقول له ما اعرف لهم هذول شلون كذي ايرانيين ما اعرف شو اسوي. لا الاداره يعني صارت فيني انا شنو جتني عروض ماخذ 6 مليون بعد كاس الخليج يمكن 6 عروض جتني حتى بعد خليج 21 اللي في اليمن. ايه باليمن. طبعا بعدين احنا رحنا على طول الفلبين. نعم. تصفيات كاس العالم. كان بيني وبين مرزوق الغانم ابو علي اتصال. نعم. يقول لي فكر اي نادي تبي تروح. كان يشور علي يروح النادي. كنت اقول له لا ابو علي انا بروح استقلال، لان اول ابي نسجل اول لاعب كويتي يلعب الدوري الايراني. هذه شغله. ثاني شغله نادي كبير استقلال له جمهور، انا سمعت انه بايران كله 20 مليون يشجع النادي. هذا شيء ثاني. والشيء الثالث اقوى دوري باسيا. وشنو كان اسمه قبل الاستقلال؟ لا قصدك بيروزي كان بيرسبوليس. بيروزي سموه بيرسبوليس مره ثانيه. استقلال هم يعني اشهر ناديين استقلال وبيروزي. فانا قلت بروح استقلال. حلو. هالثلاث اشياء، اول لاعب كويتي زين، جمهور 20 مليون زين، ثالث اقوى دوري باسيا. وقعت عقد. شو يقول العقد؟ شوف مو مشعل، انا خذوني بالمطار فناطر الحين خلصت كل الاجراءات بدش، وكان في حفل كل واحد وفانيلته وجمهور فيه. تاخرت على الحفل ليش؟ اخر شيء بعدين درينا يوم الثاني مال الفيزا طلع هذا شجع نادي بيروزي ما يبي يطلعني مبكر. هي هناك عندهم شيء رياضه يعني يقدسون الرياضه. فرحت يوم الثاني وقعت العقد على بالنا استلم فلوسي. قال لي روح التمرين لحق عليهم، كان صدق وقته متاخر. رحت التمرين تمرنت. ثاني يوم بطاقتي للحين ما وصلت. اللعبه الاولى ما لعبت بس رحت وياهم بالطياره ومش على الله يوريك الطياره. طيران داخلي على قولة واحد شرح لي. كنت اقول حق واحد قلت له طيارته ما فيها تكييف. شنو؟ ما فيها تكييف وش اسمه يعني مطبات بين الجبال تدري وديان وهذا. طياره بالمطبات. انا قبل الحين قاعد اطير يعني بشرح حق واحد من ربع بالكويت هني. يقول لي لا الطياره ما تطير كذي، الطياره تصير كذي بعدين تطيح كذي. ترى صدق. زين. وعندنا اللاعب هذا كل ما يسافر يتشهد واخر مره توبه. هذا ايش فيه؟ يدري بطياراتهم. انا اول سفره كذي قلت ولا وما استلمت فلوسي. يا رئيس النادي كان يقول لي باكر تاخذ فلوسك، يعني مقدم عقد على الاقل اخذ، وانا معاشي اسبوعي. زين. لمده 40 اسبوع اخذ بالاسبوع 4000 دينار. كم كان العقد توتال كم؟ 750,000 دولار. 750,000 دولار. انزين. ما استلمت ولا شيء. شو اللي اخذت؟ شو اللي اخذت؟ ادري والله ما اخذت ولا شيء والله، دينار واحد ما اخذت والله العظيم. لمده شهر ونص. ابو مشعل رديت. هو صاحب العقد ان اللاعب المحترف يروح حق المنتخب، لما يلعب مع المنتخب خلال 24 ساعه يرجع، بس لما يروح حق المنتخب قبلها ب3 ايام يروح 72 ساعه. هذا بالعقد. بكل عقود اللاعبين المحترفين. انا رحت مباراه كوريا تاخرت لانه ما سوى لي اقامه وجوازي جري بيخلص باقي صفحتين، فرحت جددت الجواز ورحت سفارتهم عشان يعني اسوي الفيزا مره ثانيه. يوم رديت المباراه كانت مباراه ديربي وحضور 20,000 الساعه 10 الصبح، يعني 20,000 برمضان المباراه 6:30. 20,000 حضور كانوا الساعه 10 الصبح. قال لي ليش تاخرت وما ادري شنو، قاعد يرطن على راسي. كان عندي مترجم قلت له يا عمي ايش قاعد يقول؟ ولا معصب. قلت له منكم انتم، انا تاخرت 3 ايام منكم انتم على الجواز وعلى الفيزا وما سويتوا لي اقامه وكذا. وخيرا انه ما صارت اقامه على طول. زين. الجواز اللي كان عندي. وبعدين شالني من الفريق من 18 لاعب. من هني انا خذيت طقيت تذكرتي ورديت الكويت على طول. بس لعبت حطيت جول انت؟ طبعا انا لعبت ثاني لعبه صنعت جول. اللعبه الثالثه قولت. اول جول لي. وصار في هناك بعد غاريه باللاعبين يعني. بالتمرين قاعد نطق. ان الجمهور قام يجي تمرين الصبح والعصر عندي انا والحمد لله يعني. ودشيت مجمع سكروا المجمع قالوا يا تطلع يا نطلع الجمهور. ما نقدر هيك صاير.
فهناك عندهم هوس بالكره شيء مو طبيعي والله ابو مشعل. فرديت وكنت اتصال مع ابو حسين، كنت اشكيله الحال. فدقيت على اسامه حسين، داود حسين، دقيت على عادل اقله. شنو بينقذونك يعني ذيلا؟ ان انا شنو اسوي؟ ما بي يعني باكر حتى مع المنتخب اتوقف. يوم رديت مباراه الكويت مع اليرموك منقوله كانت على ملعبنا، فانا جيت النادي ولا يعطوني من مباراه اليوم. انا جيت رديت يوم المباراه، المفروض يلعب مباراه، شلون هني؟ فبعدين طلعت باللقاء وقلت عموما سعيدين